والله العظيم الموضوع خد اكبر من حجمه. موضوع ازمه وسام ابو علي مع الاهلي ورحيله وبقائه والكلام ده كله خد اكبر من حجمه. ولكن في الفيديو ده هقول لك نهايه الكلام في ازمه وسام. النادي الاهلي لم ولن يخسر شيء، لان النادي الاهلي هو من يصنع اللاعب، هو من يجعل اللاعب يتلألأ في سماء الكرة، سواء بقى الكرة المصرية الأفريقية. ولكن النهاردة النادي الأهلي وضع النقط على الحروف مع وسام أبو علي. أول حاجة بقرار من المدير الفني تم استبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس، اللي هو هيكون بدايته يوم 18 ليوم 26. الأهلي بيعلن تجميد وسام أبو علي. ليه بقى؟ اللاعب بيتمرد، اللاعب بيغيب عن الفحوصات الطبية والقياسات البدنية. اللاعب منذ إصابته في ماتش بورتو لحد دلوقتي لم يمثل ل يعني تعليمات الجهاز الفني والطبي. النهارده انا بقول وسام ابو علي لم يتدرب مع النادي الاهلي، يعني غايب، واعلن رايه العصيان. ولكن النادي الاهلي بيخوض الازمه باحترافيه عاليه جدا جدا جدا. عشان كده بنقول ان الاداره فن، مش عن زي ما بيقولوا، يعني الاداره ايه؟ الاداره فن. غيب يا باشا واللائحه بتطبق. يعني كتير من الناس بتشبه زيزو وسام ازمتهم مشتركه، في فرق بسيط. يعني انا بحترم جميع الاراء، ايوه هي مشابهه، ولكن موقف النادي الاهلي بيختلف عن الزمالك تماما. زيزو كان في الزمالك لاعب مجانا، يعني مفيش في عقده يوم واحد مع الزمالك. لكن وسام مع النادي الاهلي 4 سنين، 4 سنين، يعني تروح يمين تروح شمال هتلاقي نفسك في طريق مسدود. صعب تلوي دراع النادي الاهلي، صعب. خلي بالك، ومصيرك هيكون مصير مين؟ الولد اللي كان جه قبل كده وراح النجم الساحلي آه، كولوبالي السليماني ده، ولا اللاعب اللي كان جه الاجنبي الافريقي ده. وشوف، لولا النجم الساحلي يعني تدخل في الازمه وعمل مع النادي الاهلي مفاوضه وما اعرفش ايه ولكن الناس تقول لك بقى رايح بيراميدز، ما يروح بيراميدز. ولو عايز يروح الزمالك ما تروح يا باشا، بس زي ما بتدور على حقك، حق النادي الاهلي اولا. انت تاخد 10 مليون 20 مليون، النادي الاهلي من حقه انه يدور على مصالحه، بس ما بوقفش قدام اي حد. ما هو قالها رمضان صبحي، ساعة وترد علينا، ومشي. حمدي فتحي، الاهلي لو عايز يجيب روح بيراميدز، الله يوفقك وتلعلع كده في الملاعب، مفيش مشكله. لكن تيجي انت بقى تقول لك الجمهور بيهددني، وتروح للفيفا بقى عشان تتهم النادي الاهلي بالاضطهاد والكلام ده كله، والحاجات دي ما بتاكلش. اقعد دكه يا باشا، وكل 4 5 ماتشات هنشاركك لوجه الله كده 5 دقايق عشان ما تشكيش النادي الاهلي. وشوف بقى، خلي بقى كولومبس الامريكي ينفعك. الاهلي صعب يتلوي دراعه. قفلنا على الملف ده، قفلنا على الملف ده. نروح بقى لاعب بتروجيت، الصفقه اللي الزمالك عمال يفوض فيها بقاله فتره. اللاعب اسمه حامد حمدان، نزل تويته: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يعني لاعب فلسطيني مش معروف لحد دلوقتي اهو. خلي بالكم، عشان لما يجي الزمالك وينجموه ويلمعوه، وزي ما قلنا على وسام الفدائي ومش الفدائي اهو برضو. خلي بالكم، مشكله الجمهور يا جماعه سواء في الاهلي والزمالك قسما بالله هم اللي بينفخوا وبيلمعوا في اللعبه. حاولت الصفقه معقده، الصفقه معقده، والزمالك لم يحسم الصفقه بشكل رسمي حتى هذه اللحظه يعني.
الطلبات بيغالى فيها وما اعرفش ايه والكلام ده كله، هنشوف ايه اللي هيحصل فيها من قريب، لكن لحد دلوقتي لسه لم يحسم الامر. اخيرا بقى رساله شوبير لجمهور الزمالك، زعلانين ليه من تقديم صفقات الاهلي؟ وهل اللي انتوا بتعملوه ده يعني هيضايق جمهور الاهلي مثلا؟ لا. فالراجل بينصح الجماهير بعدم الاثاره والشغب في تقديم صفقات الناديين. ليه بقى؟ لان شفنا في صفقات الزمالك بالونه حمراء بتترمي، وفي صفقة المدير الفني شفنا وهو بيمزق قطعة من القماش لونها أحمر، وده كله معروف إنه رايح في مضايقات النادي الأهلي وجمهوره. فالكابتن شوبير بيقول يا جماعة الموضوع مش مستحمل أكتر من كده. ليه بقى؟ على الأقل الأهلي لما جاب بن شرقي وجاب زيزو جاب اللاعب وهو راكب مركب وبمر من قدام الزمالك. يعني إيه؟ يعني الراجل عشان توصل الاهلي بتمر من قدام الزمالك، وانك انت جاي دون عمل كباري وما شابه ذلك. انت راجل اصلا عرضت على الزمالك، والزمالك ما كانش قادر انه يدفع لك قيمه الصفقه بتاعتك، فانت جاي بشكل رسمي اهو، ولا في كوبري ولا في مضايقات ولا ما شابه ذلك. طب ليه بقى انك انت شغال على انك تستفز النادي الاهلي وعمال تلقي بالقماش الاحمر على الارض؟ فالراجل انا شايف وجهه نظري ان هو بيوجه رساله بتعتريها الروح الرياضيه، وبقول انتوا جمهورين اهو اهل الزمالك، عشان الراجل وضح وقال انتوا اللي بتعملوا للعيبه الصيت ده كله. واستشهد بجيل ابو تريكه وبركاته، قال شوفوا الجمهور، شوفوا الجمهور. ولا كان في بقى شغل السوشيال ميديا الفظيع اللي بنشوفه النهارده ده، ولا كنا بنشوف بقى نوع من تقديم الصفقات اللي كان يعني لو قارنا اللعيبه اللي فاتت بالنهارده ده ظلم كبير. ما اتعملش لهم ربع بتاع النهارده. عشان كده الكره المصريه مش في طريقها الصحيح. دي رساله شوبير لجماهير الاهلي والزمالك. فقول لي رايك فيها ايه؟ يا ترى الكابتن شوبير يعني متحامل كما يظن جمهور الزمالك انه دايما جاي على جمهور الزمالك، ولا فعلا الرساله لابد انها توصل لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك؟ احنا يا جماعه في الاول وفي الاخر بنشجع الكره الحلوه، بنشجع كل واحد فينا بيشجع فرقته، فمش هتوصل، دي وجهه نظري انا، لاننا نعادي بعض على لعيبه بتاخد ملايين، تخطط حاجز ال 100 مليون. دي رسالتي ونصيحتي لوجه الله. بشكركم جدا، انتظرونا دائما وابدا على ملعب الكباتن. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.